شايفين السلوت دي هنعمل لها كذا ستايلنج، سواء سواريه او سواء كاجوال. هي من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها في الصيف او بلبسها في الصيف، بتليق على كل حاجه، ينفع سواريه وكمان ينفع خروج عادي. فيلا بينا هعمل الفيديوهات بتاعه السواريهات لوحدها والفيديوهات الخروج لوحدها. فيلا بينا نبدا اول فيديو مع بعض. يلا نشوف اول حاجه على السلوبات وهي ايه. اول حاجه خدت عليها البليزر الفوشيا ده، زي ما انتم شايفين حلو قوي قوي مع الاسود. كمان عاجبني عشان خاطر ستايل البنطلون بتاعها واسع قوي، فحلو مع البليزر زي ما انتم شايفين كده. نختار بقى اني شوز في الاثنين. تعالوا نجرب الاثنين مع بعض ونشوف اني هتطلع احلى ونلبسها. نشوف بس كده التفاصيل من قدام عامله ازاي، ونرجع ورا شويه عشان نشوف دي اول شوز جربتها معاكم. دي فيها سيلفر كده من قدام. تعالوا نجرب الشنط معاها ونشوف اني احلى شنطه معاها، وكمان نجرب الشوز السودا ونشوف اني احلى شنطه معاها، وفي الاخر الفاينل لوك هسيبه ليكم. يلا بينا نشوف اول شنطه معايا. هي الشنطه السودا مع الطقم مع الشوز اللي فيها سيلفر. دي الشوز اللي فيها سيلفر مع الشنطه السودا. اقرب لكم كمان، مش باينه. محتاجين بقى نشوف الشنطة السوداء ولا اني شنطة من الشنط الاثنين التانيين. دي شنطة بينك، خلي دي دلوقتي. لا، لان مش نفس الدرجة قوي بتاعة البليزر فمش عاجباني. شوف التالتة. التالتة فيها سيلفر زيها زي الشوز. ممكن نجرب كده. دي الشنطه السيلفر من قدام. هرجع لكم ورا شويه ونشوف مع الشوز عامله ازاي. قولوا لي الشوز دي مع الشنطه دي ولا الشوز دي مع الشنطه السوداء. انا مش عاجباني البينك الصراحه. حاسه الشنطه السوداء مع، لو هلبس الشوز السيلفر هاخد معاها الشنطه السوداء. لا، مش عاجباني السيلفر برضو. يعني اكتر حاجه لحد دلوقتي عاجباني الشنطه السوداء. تعالوا بقى نجرب الشوز السوداء مع بقيه الشنط، يمكن نغير راينا. يلا بينا. اما بقى دلوقتي جربنا الشوز السوداء، فيلا بينا نرجع ورا كده شويه ونشوفها. ايه رايكم؟ دي ولا الشوز التانية؟ احترت، حقيقي احترت. انا كانت عاجباني في الاول السوداء، بعد كده عجبتني السيلفر. فهنجرب الشنط ونختار مع بعض. اول حاجه مع الشوز السودا هجرب معاها الشنطه السودا. احترت، حقيقي احترت. هسيب لكم القرار، شكلي في الاخر هسيب لكم القرار. ولا الشنطه ما اعتقدش هحتاج السيلفر قوي. ممكن نجرب شنطه جولد بما ان مفيش حاجه سيلفر ولابسه بقيه الاكسسوارز جولد، فاعتقد ممكن نحتاج شنطه جولد مش سيلفر. هجيب الشنطه جولد. اللي معايا على جولد هو بورتفيه مش شنطه، فنشوف كده. مش قوي. السودا احلى، يعني انا حاسه السودا احلى. نجرب برضو الشنطه البينك عشان ما نظلمهاش كده. احترت حقيقي. عجباني الشنطه السوداء اكتر، يعني السوداء احلى على الشوز دي او الشوز التانية. فنختار بقى الشوز مع بعض. I think ان انا في الاخر ان ده هيبقى الفاينل لوك بتاعي، ان انا هلبس الشنطه السوداء على الشوز دي. هي الشوز مش سيلفر، هي شفافه وفيها بس زي ورده من قدام سيلفر ومن ورا لونها بيج، يعني هي فيها كل حاجه. فاعتقد ان دي ممكن تليق اكتر، او صراحه دي عجباني يعني اكتر على الشنطه السوداء على الطقم كله. فبرضو هسيب لكم الاختيار. تعالوا بقى نكمل ونجهز. هاخد الشنطه، خلاص اتفقنا على الشنطه السوداء. علشان اريح نفسي الاكسسوارز انا هعمل ميكس اكسسوارز، يعني دي جولد وفيها اسود كده عادي لايق مع الطقم. وهلبس في الايد دي الخاتم السيلفر ده
اوكي، هلبس هنا الخواتم اللي على جولد دي، هنا ده وهنا ده، نبقى عاملين ميكس بين التلاتة سيلفر وجولد واسود عشان خاطر يليق بقى مع كل حاجة. وده هيبقى الفاينل لوك كله مع بعضه، ومحتاجة رأيكم فيه. هنجيب الشنطة الأول وده هيبقى الفاينل لوك. يلا بينا نرجع كده ونشوف. اول حاجه لبست هنا جولد وهنا جولد وهنا سيلفر، والنكلس نفسها فيها اسود، مع طبعا ان الشوز فيها سيلفر على بيج، فحاسه ان احنا دخلنا 3 أو 4 الوان كده في بعض. بس حاسه ان اللوك كده في الاخر احلى، او حاسه ان الشوز دي احلى من الشوز السودا، والشوز الشنطه السودا عجباني اكتر من بقيه الشنط عامه. هستنى برضو رايكم وقولوا لي اني احلى لوك شفتوه في الاخر.